يا ست كمال. تعالي حطها عندك هنا. يا بسم الله. ان شاء الله يجعلها سنه خضراء علينا وعليكم. متشكره يا عم ياسين. وتخلي يا فندم. شكرا. شكرا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه يا نادي، ايه الصفيحه دي؟ ده واحد سواق جابها وقال ان خال حضرتك باعتها من المنصوره. خالي فسيخ؟ ايوه. اوعي تفتحيها، اخفيها اوام بسرعه. اخفيها فين؟ حطيها هنا. تعالي تعالي شيلي كل الحاجات اللي هنا وحطيها بدلها. حاضر. يلا اوام يا نادي اوام. كمان ما بيطيرش ريحه الفسيخ ولا الرنجه ولا السردين ولا اي حاجه فيها عفونه، بتعمل له حساسيه، والمصيبه ان بيشم ريحتها على بعد كيلو. في حد برضه بيكره الفسيخ يا ست هانم؟ كمال بيه عنده حاله الحساسيه دي من مده، والدكاتره قالوا له يبعد عن اي ريحه خصوصا لو فيها عفونه. كمال ايوه كمال، ايوه حبيبي. ايه كمال، في ايه مالك؟ طب بقول لك ايه يا كمال، ادخل يا حبيبي ريح انت في اوضتنا وانا هاجي وراك على طول. ثواني. ناوليني الفوطه اللي هناك دي بسرعه بسرعه. فيها فسيخ يا بيه. لازم تسحبي بلسانك. انت ايه اللي جابك ورايا بس؟ حاضر هاتي الفوطه. انا هلفها بالفوطه لحد الصبح واكتمها خالص عشان ما يطلعلهاش ريحه. الصفيحه دي ما تبانش هنا الليلات. طب لحد الصبح بس يا كمال وانا هتصرف. انت عايزه تموتيني انا الصفيحه دي في البيت؟ حاضر حاضر. تعالي شيلي الصفيحه دي ارميها بره جنب صفيحه الزباله. اوام. حاضر بسرعه بسرعه يا ناتشي. حاضر. بلدقت ميه. فظيع. يا حبيبي خلاص ارتحت؟ الحمد لله. انا بستغرب على الناس اللي بياكلوا الفسيخ دول. يا سلام عليه بالليمون وجنبه بصلتين خضر. انا بموت فيه بس حارمه نفسي منه علشانك. حد ياكل قتيل؟ ده قتيل سمك ميت منتن. امزجه بقى. على العموم خلاص انا صبنت مكان الصفيحه كويس قوي ما بقاش في ريحه وهويت لك الشقه كلها. بالمره هقوم افتح شباك المطبخ عشان ما تقوليش في ريحه تاني. اهلا وسهلا. اتفضل. هي دي اصول الجيره برضه؟ الصفيحه عبقت ريحه البيت كله ولمت قطط العماره والعمارات اللي جنبها كمان، والقطط قلبوا الزباله اللي كانت على السلم وما بيبطلوش نونوه ومش عارفين ينام. ابسي الصفيحه بتاعتكم اهي. متاسفين قوي يا جماعه. هات القتيل ده. اتفضل. امسكي يلا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ اقول لك انزلي ارميها في الشارع تحت. بس الدنيا ليل دلوقتي يا ست كمالية. هي ناديه حطيها في اي حته واطلعي على طول. يلا بقى مش كده. حاضر. لقيتها. هي كانت على الكومودينو جوه في الأوضة. الحمد لله أحسن. الحمد لله. أحضر لك بقى تتعشى. لا لو اتعشيت مش هعرف انام. احنا لازم ننام بدري عشان المجموعه هتفوت علينا الفجر. طب أي حاجة خفيفة، طبق شوربة خضار، إيه رأيك؟ مفيش مانع. ثواني. يعني حضرتك ما طلعتيش البيت اللي هناخده معانا واحنا رايحين نتفسح؟ صحيح. أهو يا نادية. ما تنسيش تحطيه في الهاند باج. بس يا خساره مش هناكل فسيخ. ما تفكرنيش، ما تجيبيش سيرته خالص، كفايه ان احنا خلصنا منه وخلاص. استاذ كمال لازم تفتحوا عينيكم وتفنجلوها 6 على 6 لان الشغاله الجديده بتاعكم مش كوريكت، مش تمام.
عملت ايه؟ بتسرق الحاجة من البيت وتخبيها تحت. ليه بقى؟ عشان وهي مروحة بيتهم تقوم تاخدها معاها، لكن على مين؟ حاجه زي ايه؟ دقيقة واحدة. بدل. في ايه يا استاذ؟ كمان في ايه؟ يا فندم ده انا بحافظ على اموالكم. انت لقيتها فين دي؟ ما انا اصلي مشيت وراها واحدة واحدة، لقيتها بتخبيها ورا العمارة جنب الجنينة، رحت شو وراها، رحت جبتها وجيت لحضرتك اهو. عم ياسين، الفسيخ ده هدية مننا ليك، ياكلوه الأولاد بالهنا والشفا. لا سوري يا فندم، الفاميليا بتاعي ما ياكلش الحاجات دي لان ريحته مش تمام. اتفضلي. طب ممكن تعمل فيا خدمة يا عم ياسين؟ تحت امرك. خد الصفيحة دي وارميها في صندوق الزبالة الكبير اللي في آخر الشارع، عشان عربية المحافظة تيجي الصبح تاخدها وتريحنا منها. لا لا لا، العربية مش هتاخدها لانها مش هتستنى في الصندوق لغاية الصبح. ليه؟ لانها هتتسرق. يبقى أحسن، يا ريت. لا حرام يا فندم حرام. عشان خاطري يا عم ياسين امسك كده. يعني جنابك مصممة؟ خلاص نو بروبلم. خد الباب في ايدك. اوكي. حالا يا حبيبي، هسخن الشوربة حالا. مش نعمل السندوتشات بقى يا ست كاميليا؟ اعمليها يا نادية، اعمليها. اوعى تكون جبتها معاك. لا اطمن، المرة دي خلاص في نيته لموزيكا، لقيت راجل غلبان شحات على باب الله، اديته الصفيحة واتكل على الله. احسن حاجه عملتها. اديته كمان قرشين معايا، يعني لزوم الليمون والعيش والبصل عشان الفسيخ. بارك الله فيك. وقلت له كمان ما تنساش تدعي دعوة سبيشيال لكمال بيه عنبر، الراجل السكرة اللي ساكن بالدور الرابع شقة 12 جنب الاسانسير. وقلت له ما تنساش المدام، دي ست عظيمة جدا وليها خيرات. المدام فوق الباع كده. الشوربه لسه يا كاميليا؟ الشوربة ايه يا حبيبي؟ الله كمال. عم ياسين الله يستره اداني الصفيحه بتاعتكم دي، بس انا مش عاوز فسيخ، انا عاوز لحمه. اما انت شحات بجح صحيح، دي تمنها ما يقلش عن 40 جنيه. وانا بعت ب10. هات. وبعدين بقى في يومك اللي مش فايت ده، لو ما خدتهاش ومشيت هضربك. ايه يا كمال؟ لا يا كمال، تقع على دماغ حد. كمال خلاص ارتحت. اشرب بقى الشرب، هروح اجيب لك قرقوشه. ناوليني الليمونه يا نادي. حاضر اوان. ما افتكرش انكم من النوعيه اللي بيرموا الحاجه من الشبابيك، هي اكيد وقعت غصب عنكم في الشارع. ايه دي؟ تعالى يا عم ياسين. لا اتفضل اتفضل يا استاذ كمال، اتفضل. هذه اموالكم ردت اليكم. رايك بقى انا هدفع عن القصد. خلاص يبقى هتدفع الغرامه، وبرضه الصفيحه دي هتستنى عندكم. ورايا يا عم ياسين. انت اللي قدامي. القرقشه ايه؟ لا مش ممكن، مش معقول. اللي جابها تاني دي؟ الصفيحه دي عامله لنا عمل. عمل ايه بس يا كمال؟ دي مربوطه باستك، كل ما نحدفها ترد. ولا استك ولا حاجه، هي بس العشريه عامله زي القطط. القطط. ناديه هات بطاريه جوه بسرعه. ايه هتعمل ايه؟ هسربها زي ما بيسربوا القطط. ازاي؟ هوديها المجد، انت عارفه انه طفس وبيحب الحاجات دي يعني. هتروح لمجدي دلوقتي؟ اليوب دي الساعه 12. لازم الليله دي يحصل فيك اشتباك بيني وبين الصفيحه دي. لفيها حوالين الصفيحه واربطي كويس ربطه شان بالبطانيه. ايوه عشان اغمى عينيها ما تعرفش السكه وهي راجعه. خديها وسبقينا على تحت، حطيها في شنطه العربيه وادخلي معاها واقفلوا عليكم. البنت تفطس. تفطس
احسن من النفطس. اسمعي يا بنت. مساء الخير يا مدام. مساء الخير يا استاذ كمال. مجدي صحي ولا نايم؟ لا مجدي مش موجود، ده سهران بره. خير في حاجه؟ الحقيقه انا جايب له هديه، انا عارف ان هو بيحبها قوي. يبقى اكيد فسيخ. اسم الله عليك، اديك عرفت اهو. انا ما هنش عليا ما ياكلش منها بكره الصبح، فقلت تبات في حضنه الليله دي يعني. حقيقي يعني دي مفاجاه لينا احنا الاثنين، اصل انا بموت في الفسيخ قوي. نعم. لا ناديه اديها لها. اتفضلي. ميرسي قوي يا استاذ كمال. ميرسي قوي، كل سنه وانت طيب. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. مع السلامه. مع الف سلامه. اتفضلي. ميرسي قوي. مع السلامه. سبع ولا طبعا؟ سربتها دلوقتي بس اعرف انام. تنام ايه؟ ده الجماعه وصلوا خلاص. طبعا يا حبيبي احنا بقينا الفجر. نفسي انام نص ساعه بس. وهم هيسيبوك تنام؟ احنا مش متفقين نلحق اليوم من اوله؟ خلاص بقى نروح معاهم ولما ترجع ابقى نام. طب اغير هدومي. ناديه انا محضره الحاجات اللي هناخدها معانا جوه، روحي هاتيها عبال ما انا كمان اغير. حاضر. الله الهوا هنا حلو قوي. حلو قوي، ريحته فسيخ. احنا مش هنحط الحاجات دي ونقعد بقى؟ احنا لاقيين حته وما قعدناش. ليه كده يا اخي؟ امال لو ما كانتش فوق دماغي. حافظوا على نظافه مدينتكم. اصل دي مش مدينتنا، احنا لينا مدينه ثانيه. كمال مالكش دعوه بيهم، تعالى احنا نشوف مكان تاني. العيال يا ابني يا ابني. نفرش هنا بقى يا ست كمال. هنا كويس يا كمال بقى. هنا زي ما تشاري اليافطه ممنوع المشي او الجلوس على النجيله. ما الناس دي كلها قاعده ايه؟ احنا مالنا ومالهم. نفرش هنا اهو، تعالى. فين الملاك؟ يلا يا ولاد، يلا ترزقوا هنا، الحته دي حلوه. يلا يلا نزلها. يلا يلا يا بنت بسرعه طلعي الحل. يلا طلعي البابور بسرعه عشان نقدر اعمل لكم الغدا. يلا اديني الكرنب محشين. يلا قطفي الملوخيه. قطفي يا بنت معاكسك الملوخيه يا بنت. يلا يلا عشان تلحقوا تتغدوا. يلا يا ولا قوم هات لنا ميه. يلا عشان الحق اعمل لكم المحشي تتغدوا. مركب اللي تودي عند الزرق. انا تعبت يا ست كمال، يا مش نقعد بقى. صحيح يا كمال احنا بقينا الظهر والدنيا حر، نقعد بقى. خلاص افرشوا هنا. يلا. يا رب تكون اخر مره، انا رجليا خلاص اتكسرت. هاتيلي سندوتش. حاضر. هات يا بيبو. تعالوا بقى احنا ايه نقسمها بقى خلاص. انت عليك تجيب الجزمه وانت هتبقى تحطها هنا. قوام يلا خلص. ايه يا ابني؟ سيب اليافطه دي. انت الحكومه. وانت الحكومه؟ وانت الحكومه يعني. خلاص يا كمال سيبهم يتفلتوا، احنا هنعرف ان الارض ما كانتش فسحه. يلا يلا. اما انت كمال لا يا كمال سيب الحاجات دي. يا كمال ايه الغلب ده؟ ان شاء الله هنلاقي حته نظيفه ومحترمه نقعد. معقول يا كمال الدنيا ليلت مش لاقيين حته نقعد فيها؟ بس افتكرت مكان كويس قوي. فين؟ بيتنا. يلا. بيتنا؟ بعد ده كله يا ريتنا ما خرجنا. رحلة شغل دوشة وخناقات ومحشي وفسيخ، حتى الزهور بقى ريحتها فسيخ. أعوذ بالله.
ابو كمال الحمد لله على السلامه.